السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. صحة فطوركم، صحة سحوركم، صحة شريبتكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم بخير وانتم تشوفوا فيديو اليوم. اللي قبل ما نبداوه نصلي ونسلموا على خير الانام سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. شوفوا اليوم البنات سيبون راحوا 10 الأوائل من رمضان، اللهم تقبلهم منا آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يا ربي يتقبلهم ويتقبل دعائنا وصالح أعمالنا. ديما قولوا آمين البنات، وديما نوصيكم ونقول لكم ادعوا لبعضكم عن ظهر الغيب، لأنه اللي يتمنى الخير لخوه أكيد ربي راح ينولوا غير الحاجة المليحة. الفيديو تاع اليوم شوفوا راح نشارك معاكم وش درت فيه. ما شاركتش معاكم الطاوله تاع الفطور البنات، وعم باللي راني غايبه على الفطور، والله صدقوني تامنوا بربي. غير وش من فطور ندير، انا نحوس على اللمه ونحوس على العباد دايرين بيا كي نقعد غير انا وبنتي. والله صدقوني دي فوا نفطروا دي فوا ما نفطروش، كل نهار ونهار، ودي فوا نطيب دي فوا ما نطيب، باش نطيب ماكله تقعد قدهن يوم ما ناكلوش. والله اللي مجربين الشي اللي مفوتاته وانا او على بالي واش قاعده نهضر. كما قلت لكم اليوم الفيديو راهو يمشي البنات، وحبيت نجاوب واحد الاخت. صدقوني ما فهمتها مبعوثة، ما فهمتها هي أكيد مبعوثة. كاين ناس صدقوني تشوفوهم في وجوهكم كما نقولوا يضحكوا ويبانوا يحبوكم ويعزوكم، وهم في ظهركم سيوف تقطع فيكم. سواء تلقاوهم فامي، سواء تلقاوهم من عائلتكم، سواء تلقاوهم من لونطوراج اللي داير بيكم. انا هذه اللي دخلت وكتبت لي كومنتير اكيد اكيد انا بدلت القناه، واكيد تكون عرفتني من صوتي، لانه صوتي بزاف اللي عرفوه وكانوا يتبعوني في قناتي الاولى ودخلوا لي جدد. نرحب بكل وحده انضمت لعائلتنا، نقول لك مرحبا بك حبيبتي، شرفتيني ونورتيني. مشتركاتي الغاليات ديما نقول لكم انتم مالين الدار وانا ضيفه عندكم، كثروا لي برك الجامات البنات والبارطاج، وان شاء الله ديما نقول لكم ان شاء الله تدعموني وتوصلوا لي القناه لوين حابه، امين يا رب العالمين. قلت لكم الاخت هذه دخلت لي، شوفوا البنات في الفيديو هذاك اللي درته اول فطور ليا بدون زوجي في رمضان، ادخلوا لي كومنتير وتشوفوا، حبيت ندير له كابتير ونحطه لهنا باش تشوفوه. بصح قلت معليش درت الفوا اوف، قلت والله ما نزيد نعاود. المهم شوفوا التعليق تاعها البنات واش قالت لي انت راكي فرحانه، زعما انا فرحانه كي مات الزوج تاعي، تهنيتي منه. قالت لي ساكنه في دارو الشهريه والحريه واليدين لابسين الخواتم. بس خلوا البنات شوفوا هذاك المنطق، وشوفوا هذيك الهضره اللي تهضر فيها داي رمضان وعواشير. الناس تتقي الله في هذه العواشير وتصلي وتدعي لربي، وكما نقولوا تتمنى غير الخير للناس اللي دايرين بها، وكاين الناس يدخلوا غير باش يطلقوا السم تاعهم. هنا انا حبيت شوفوا نجاوبها برك ونعطيها كلمات، لانه انا تربيتي ما تسمحليش كما نقولوا نهضر هضرات كما تهضرهم هي. انا تربيتي ربوني والديا ما نقدرش نقيس الناس، فهمتوا؟ وكما نقولوا لي تدخل وتشوف فيديو ما عجبهاش ولا قناتي ما عجبتهاش، نقول لك انسحبي بكل روح رياضيه. ما واحد ما قال لك تبعيني، واحد ما قال لك اسمعي واش قاعده نهضر، واحد ما قال لك تفرجي الفيديوهات تاعي. انا قناتي لهنا راني نشارك فيها يومياتي مع حباباتي اللي يحبوني ويتبعوني ويدعموني، ما هذوك اللي يدخلوا غير للطاقه السلبيه وباش يطلقوا السم تاعهم، هذوك ما نحتاجهمش في قناتي. شوفي انا مرة علمها الالم كيفاه توقف، علمها الفقد كيفاه تكون قوية. انا نعتز بنفسي لانه قوية. علمها الصبر كيفاه تبتسم رغم انه الوجاعة داك اللي فيها. اللي يشوفني اليوم بزاف اللي يشوفني يقول لك هذيك المرأة والله راهي قوية وعايشة لاباس عليها، بصح ما يعرفش باللي وراها هذاك القوة راهي كاينة حكاية تاع وجيعة كبيرة ما يحس بها غير اللي جربها. انا ماشي ضعيفه باش كيما نقولوا قاعده نستعطف في الناس، والله انا انسانه مرت بابتلاء كبير بصح خرجت منه اقوى. بزاف اللي مروا بالابتلاءات البنات، سيرتو الموت. ديما نقول لكم اكبر ابتلاء تمر به البشريه هو ابتلاء الموت، باش تفقدي انسان عزيز عليك، باباك، خوك، زوجك. راهي حاجه صعيبه. انا فقدت سندي لكن ما فقدتش نفسي، تعبت لكن ما استسلمتش، بكيت لكن ما انكسرتش. ربي يعرف قداه راني نحارب كل يوم باش نكمل، ويكفيني فخر اني واقفة بكرامة رغم الألم
أنا راني قوية. علاه؟ لأنه مسؤولة على بنت عايشة معايا، ما نقدرش نبين لها الضعف تاعي لأنه راح تضعف بنتي. واللي جربوا بزاف آراء من اللي دخلوا لي في التعليقات، ربي يصبركم وربي يعطيكم القوة كامل كامل على تربية ولادكم، لأنه المسؤولية راهي صعيبة صعيبة. واللي جربوها مكتبوا لي كامل في التعليقات. أنا قوية لأنه ربي معايا. أنا ما فرحتش كيما كيف فقد زوجي كما قاعدة تقولي. أنا فقط تعلمت أنه نعيش بوجع ما عندوش دواء. كون جا كيما نقولوا له جا عادك والله فقدتي سند عندك دواء، تروحي تشريه من لا فارماسي وانتي مرتاحة. بصح هذا الوجع ما عندوش دواء. اللي تشوفوه قوة هو صبر، واللي تحسبوه حرية تقول لك سي بون خطا. انا راجلي ما كانش مداير لي حبس، اللي متبعيني من الاول على بالهم بيا، نخرج كيما نحب ندخل كيما نحب، انا المسؤولة في الدار، انا اللي نقضي انا اللي نجيب. وديما نقول لكم باللي الزوج تاعي مسمار مسمار هكي بيكي في الحيط ما يبيكيش. انا هي كلش باش نتهنى منه والله نقول راني اتحصلت على الحرية تاعي. اللي كيما قلت لكم تحسبوا حرية راهو فقدان سند. الأرملة ما تتهناش، الأرملة تتوجع وتسكت. ما يعرفوش باللي القوة جات من وجع ما تتمنيهاش لعدوك. هذه الحاجة أنا ما نتمناهاش لعدويا. الموت يمرة، يقولوا كملتي حياتك، وما يعرفوش باللي جزء مني دفنتوا معاه. الأرملة راهي تتعلم أخوتي، تتعلم لأنه تتعلم تعيش لأنه ما عندهاش خيار آخر. لازم تتعلم تعيش، لازم تضحي على جال ولادها والحياة تستمر. نضحك بصح قلبي يعرف شكون كان يضحكني، نوقف على رجليا بصح روحي تعرف شكون كان سندي في الدنيا دي. قبل ما تحكمي باللي راني فرحانة، انتم راكم تشوفوا لحظات 10% من حياتي، بصح أنا راني نعيش غياب عمري كامل. تشوفوا العشر دقايق هذوك مش راح تتبعوا نهاري كامل كيف فوتوا. وبزاف تعليقات اللي دخلوا لي وديما يدعموني ودخلوا وجاوبوها، يعطيكم الصحة وربي يحفظكم. على بالي باللي الجيش تاعي راهو كبير واللي داعمني واقف معايا، وديما نقول الحمد لله على كل حال. ربي يعطينا الصبر والقوة، لأنه القوة ما تعنيش النسيان، هي تعني الصبر والرضا بقضاء ربي. ربي يرحم موتانا كامل ويبعد علينا الشماتة، لأنه وصلت الشماتة حتى في الموت. وانت اللي تشوفي ترمل حرية وفرحة، يا إما ما تعرفيش معنى الحب، يا إما قلبك كحل وباين قلبك كحل قطران. انت من الناس اللي ما يتمنوا الخير حتى الواحد، يتمنوا غير الشر. وربي يبليك كيما بلاني في هاد العواشر. ما نحبش ندعي على الناس، بصح وصلتيني لدرجة انه نتمنى لك هذا الابتلاء بتحسي بالترمل كيفاه، وبتحسي به انسان يفقد واحد عزيز عليه. لانه اكيد ما جربتيش الموت انه تفقدي انسان عزيز عليك. ربي يبليك كيما بلاني في هاد العواشير. أنا زوجي الله يرحمه كان نعم الناس في حياتي، وغيابه فقدان ما يفهمه غير اللي جربوا. الحمد لله راني واقفة على رجليا، وهذا بفضل ربي، مش تهنيت منه كما قلتي. نطلب لك ربي يهديك والناس اللي زي ما انتي ما نظنش ربي يهديهم، لأنه قلوبهم سيبون ما عندهمش حل. تشوفي إن شاء الله يا ربي تشوفي اللي راني شفته في الدنيا دي، وتشوفي وش قاعدة نفوت. الشماتة عاد في الموت راهي ما تدلش أخوتي على القوة، أي تدل على الفراغ في القلب. كي يعودوا قلوبكم فارغين هم اللي قاعدين تششفاو في الناس. اللي هنا كي شغل قاعدة تششفاي في إنسان باللي مثله إنسان عزيز. اتق الله في كلامك. اللي ما عاشش التجربة ما يحكمش عليها. كلامك على ما يدل على قلة تربيتك وقلة وعيك، لأنه كون جيتي بربية ما تدخلي ما تعلقي. وربي يهديك.